انسي بقى كل طرق الكوسة اللي عملتيها قبل كده وتعالي جربي الطريقة دي. بجد الكل هيتجنن عليها وهيسألك انت عاملاها ازاي. بس في الاول سمي بالله وصلى على الرسول، وتعالوا نشوف طريقتنا على طول. وما تنسيش تعملي لايك للوصفة علشان توصل لغيرك، وكمان خديها شير على صفحتك. هنا في الاول انا معايا كيلو الا ربع من الكوسة، غسلته ونضفته كويس جدا، وابتديت ان انا اقطعه زي ما انت شايفة كده. عايزة اقولك بجد الطريقة دي في حتة تانية خالص. هنقطع كل كمية الكوسة بنفس الشكل ده. عايزة بقى تقطعيها بورب شوية براحتك، عايزة تقطعيها كده دواري براحتك برضو. وانا مرضيتش اقشر القشر بتاعها عشان الفايدة كلها بتبقى فيه. هنا خلاص خلصنا كل كمية الكوسة. هنروح بقى على البوتاجاز، نجيب حلة نحط فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من الزيت. هنسيبهم بقى لما يسخنوا تماما، واول ما يسخنوا هننزل الكوسة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هبتدي بقى ان انا اشوح الكوسة مع رشة فلفل اسود ورشة ملح. وحلاوة الأكلة دي كمان بقى ما فيهاش بهارات كتير ولا أي حاجة، هي بهاراتها بسيطة كده وموجودة في كل بيت. وانتي بقى اللي بالصلصة دي خالص. هنا خلاص أنا شوحت الكوسة كده. هبتدي بقى ان انا اطلعها بالشكل ده كده. ياريت بقى كلنا نسمي بالله ونصلي على الرسول علشان نكسب ثواب انا وانتم. وكمان قولولي من اي بلد بتشوفوني. هنا خلاص طلعت كل الكوسة. هنبتدي بقى نجيب بصلاية كبيرة كده متقطعة مكعبات صغيرة، ننزل بيها في نفس السمنة اللي احنا استخدمناها للكوسة زي ما انتي شايفة كده. هسيب البصلة تدبل، مش هتاخد لون ولا حاجة، هي هتدبل بس. بعد كده هنزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة، وده ربع كيلو عشان محدش يقولي ده كتير، انا مزومة. اديت له رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، واقلب كده لحد ما اللحمة معايا تستوي، تتعصج وتستوي. اول ما بتخش في السوا بنزل على طول بالكوسة واديهم تقليبة كده، واحط لهم ربع كوبايه من الميه، واسيبهم بقى على نار هاديه يستووا 3/4 تسويه بالشكل ده كده. بعد كده بقى على طول هنجيب لتر من اللبن، نحط عليه كوبايه كبيره من الزبادي، ونحط عليه ملح، واربع معالق من الدقيق. كمان هحط مكعبين قشطه، قشطه اللي هي وش اللبن اللي بنطلعها من على اللبن. ولو عندك قشطه معلبات خالص مفيش مشكله، اللي موجود عندك. ولو ما عندكيش خالص برضو براحتك. هتفضل ايديكي كده ما تسيبيش خالص الكريمه بتاعتك، عشان ده مش بشاميل، دي كريم صوص كريمي كده خفيف. اول ما يبتدي يغلي خلاص هطفيه ونحطه على الكوسه. بعد كده ممكن بقى تاخديها ترجعيها تاني على النار، بس انا كل حاجه معايا مستويه فانا حباها كده قوي. جربوها بالطريقه دي جميله. ولو عندكم شويه مكسرات بتدشوهم بحته سمنه وتحطوهم على الوش وبس كده.